لو عندِك طبعًا اللي هي شايلة البطاطس دي لو عندِك بالشكل ده، مفصولة طبعًا عن بعضها إزاي هالحمهم مع بعض بالأمير، الأمير ما بيتفتحش من الناحية الكبيرة بيتفتح من الناحية الصغيرة دي. طبعًا دي معلومة جديدة يعني أكيد في كتير مش عارفينها، لو مش عارفينها اكتبوا لي في التعليق ولو أول مرة تعرفوها اكتبيها لي في التعليق. بافتحها طبعًا باسناني من هنا طبعًا ما جبتلكوش الصورة، الفتحات دي بننضفها كويس على قد ما نقدر يعني، وباحط فيها إيه الأمير، وبعد كده باحط بقى السلكين جوه وبكده إيه تبقى ما شاء الله يعني تمام بإذن الله مش هتخلع منِك. وعلى فكرة كمان اللي هي في مكوة الشعر بيكون فيها برضه أحيانًا الحديدة دي بتكون فاصلة برضه بتلحميها بالأمير. عندي حاجة تانية بقى برضه هالحمها بالأمير قدامكم الكنكة، كنكة القهوة طبعًا من كتر عمايل القهوة بتفك كده من بعضها، فإحنا هنعمل إيه هاجيب برضه الأمير وهاجيب منديل أنشف بيه المية اللي جوه اليد وجوه وعند اليد التانية، هنا مكنتش مشغلة الإضاءة يعني، بتنشفي بقى المية كويس علشان الأمير يدخل إيه يلحمهم كده في بعض. زي ما انتم شايفين اهيت المفروض ان هي مش راكبة خالص يعني. هنحط بقى الأمير هفتح الأمير نفس الطريقة بأسناني كده يعني بالراحة بفتحهم كده عن بعض، وهي طبعًا بتتفتح من هنا وتتقفل برضه من هنا. بتحط بقى هنا شوية أمير على الجنبين بتوعها، حاولي يعني الأول هنا يعني ما تكتريش اقفلي بقى وقع مني. هقفل الأول بالضغط كده بتتقفل. باخد شوية بقى من اللي وقعوا دول واحطهم على اليد ولحمت بقى دي مع دي. بعد كده هزود بقى الأمير برضه فوق كده عشان إن هو ينزل بقى ينزل تحت يلحمهم في بعض. أنا فتحتها اهوت باحط بقى هنا شوية اهو، متضغطيش أوي لأنك لو ضغطتي أوي على الأمير ممكن ينزل كله، فانتي بتضغطي حاجة خفيفة كده. بمسح بقى شوية الأمير اللي وقعوا مني، طبعًا انتوا عارفين الأمير بيلزق كده في بعضه، فهو بيطلع بملح كتير أوي يعني، تحطي شوية ملح في إيدك كده وتمسكيهم وعليهم شوية مية صغيرين كأنهم عجينة ملح كده، تفضلي تفركي في إيدك لو جه على إيدك يعني. هنا ادي يعتبر مسكت، طبعًا انتوا عارفين الأمير بيلزق في لحظتها يعني، فهي تعتبر كده مسكت. أخيرًا بقى اللي هو الشباشب البلاستيك اللي إحنا بنرمي كتير منها، لو هي مثلًا مقطوعة من هنا بتروحي حاطاهم كده على بعض وتروحي ماسكاهم وتروحي حاطة نقطة صغيرة وتلحميها تصبري كده ثواني، وبعدين ما تلحم تروحي بقى على الجنب التاني المقطوع ده وتحطي برضه عليه هتبقى تمام بإذن الله تعالى. في بقى اللي هي الجزء ده لما أحيانًا كتير جدًا بيتقطع برضه هاحط نقطة تحت هنا ونقطة على البلاستيكية اللي فوق منها أو واحدة بس، وطبعًا بيكونوا منضفينها كويس وبتلحم وبتبقى تمام.